مساء الخير عليكم، ان شاء الله راكم بخير وفي صحة جيدة. فيديو تاعنا تاع اليوم راح نديرو فيها بولي غوتي دجاج محمر. هذا الدجاج راح نعمروه بالبرغل، ونديرو معاه رز سامبل بالبصل مي. صدقوني البنة تاعو هايلة، سختو كي ديروه كوم اكومبانيومون. نحتاجو نروحو للتتبيله. مع الاول نديرو التتبيله اللي راح نمارينيو فيها الدجاج تاعنا. يعني الدجاج انا درتو صباح بكري وخليته حتى الجوايه 6 تاع العشيه باش طيبتو. نتوما تقدروا تبيتوه ليله كامله. واش نحتاجو في التتبيله؟ نحتاجو ملعقه تاع لاموطارد كبيره، نحتاجو ملعقه تاع نحتاجو الثوم تاني في صوص تاع الثوم، نحتاجو ملح، فلفل كحل، كركم، شويه تاع كمون، زعتره، حبه طوماطيش تكون مرحيه مسكرفجه كيما راكو تشوفوا. نحتاجو تاني شويه عكري، انا ما درتش، ما كانش عندي العكري، كان عندي الفلفل مرحي، يعني كيما نقولوا الدرسه تاع الفلفل. وعندي الدجاج تاعي بيان سور اللي كنت غسلته في الماء والملح، خليته شويه باش يدي هذيك النكهه تاع الملح، خليته من بعد شللته. هنا نروح لا ماريناد تاعي. واش درت لها زيت الزيتون، حرحرتها في شويه تاع زيت الزيتون وخلطتها مليح. قلت لكم ما تاني كديروا فيها الزعتره. دوك هاد المكونات نكتبهم لكم كامل في صندوق الوصف هكا باش ما يتلفوا لكمش. نحكموا هذيك لا ماريناد تاعنا ونشدوا الدجاجه تاعنا. الدجاجه ما تنساوش تاني الملح، لازم تملحوا مليح. لا ماريناد تاعنا ديروها مالحه. نحكم هذيك لا ماريناد وندخلها مليح تحت هذيك الجلده تاع الدجاج، ندخلها ونقعد نمسحها بيدي. لا نديرو ما من الداخل، يعني نديرو كامل فليكوتي. علاش؟ باش ما تجيناش الدجاجه تاعنا ناشفه، يعني ما مستر ولا ما تكونش ناشفه، باش تكون لنا تجي بنينه وتجي مشمخه لداخل. فرغوا كامل هذيك لا ماريناد ونمسحوها مليح بيدينا كي شغل راكو ديروا لها في الماساج، يعني ديروها مليح من الداخل من البرا تحت الجناحتين. كيما نقولوا حنا طلصوها مليح مليح. فوالا كيما راكو تشوفوا بهذه الطريقه. من بعد واش ندير؟ هذيك لا ماريناد اللي كانت في الطبسي هذاك ولا في يدي هذيك نشللها بشويه تاع الماء ونضيفها لهذاك الدجاج. مي كي نضيفها ما نضيفهاش فوق، نضيفها على الكوتي هكا باش ما تتشللناش الدجاجه من التتبيله. نغطيوها ونحطوها في الفريجيدار كيما قلت لكم ليله كامله ولا من الصباح للعشيه نروحوا باش راح نعمرها. انا هذيك الكبده اللي جات مع الدجاجه حطيت البرغل، طيبته، درت كيلة برغل بزوج كيف فناجل، يعني درت غير بالفنجال برك، فنجال تاع قهوه كحله، فنجال تاع برغل بزوج فناجل تاع الماء. طيبته وحكمت هذيك الكبده تاع الدجاج، قطعتها مرصوات هكا. ما طيبوهاش كما تعرفوا الكبده تاع الدجاج تمتم طيب وراح طيب لنا داخل الدجاج. درت لها المعدنوس، درت سنينه تاع الثوم، ملح، فلفل كحل والكركم والكمون. ملح، فلفل كحل، كركم والكمون والمعدنوس، وهذا ما كان. وخلطت هاد المكونات تاوعي كامل مليح. البرغل ما طيبتوش حتى ولا لي عجينه. انا البرغل استعملت الخشين، نتوما الا ما عندكمش البرغل تقدروا تعمروها بالرز. ودرت هنايا في البابي تاعي برك الرز. حبيت نقول لكم ديروا هذاك المفور، ما ديروش بسماتي، وكي طيبوه غير نص طياب. العشيه كامل ولا الغدوه من داك نحكموا البلاط تاعنا اللي نكونوا حين نطيبوا فيه الدجاجه، نحطو فيه بابي باش ما يلصقلناش الدجاج تاعنا. ديروا فيه بابي كويسه ونحكموا هذاك لافارس اللي نكونوا حنعمروا بها الدجاجه تاعنا، ونعمروا بها كامل داخل، يعني نحطوها داخل الدجاج تاعنا. من بعد كي نكملوا نحاولوا نربطوا الدجاجه تاعنا. علاش؟ باش كي طيب ما تجيناش مفتوحه. نغلقوا شويه يعني من تحت في الدجاجه وين نكونوا رايحين نعمروا وين نفرغوا الدجاج تاعنا. نحاولوا نخلوا شويه جلده، يعني علاش؟ باش نغلقوا بها الداخل ما يخرجلناش مالغري كو البرغل ما راهوش رايح يخرج لكم. فوالا انا واش درت؟ الدجاجه تاعي درت بالخيط تاع اللي نطيبوا به، ربطتها كيما راكم تشوفوا هكا تقولي قمطتها كيما نقولوا، درت لها القماطه.
فوالا تحكموا. ربطتها غير في ليكويس يعني في الوسط باش تجيني ملمومه كي طيب، وربطتها في الجناحتين هكا كيما قلت لكم باش تجي مطمومه ما تجينيش مزربعه كي طيب. درت لها هذيك لافاغس تاعي كامل وضفت لها حوالي كيما راكم تشوفوا فنجال برك تاع الماء، شللت به غير هذاك الغيسيبيون تاعي وخلي دخلت الدجاجه تاعي طيب. برك باش ثاني نقول لكم درت معاها حبه جزر وحبه بصل، خليتهم مع هكاك مقسومين برك وورقه تاع الرد. نروحوا للرز تاعنا. بالنسبه للرز تاعنا واش درت له، حطيت حبه تاع البصل قطعتها كيما راكم تشوفوا هكا شرائح، قليتها مع الزبده وشويه تاع الزيت، طيبوه مليح مليح كيما راكم تشوفوا حتى هكا يولي كراميليزي، ماشي تحرقوه كامل مي تشوفوه الدبال وتكراميليزا. انا حكمت كيلة تاع الرز تاعي، كيلت انا بالبول تاع الشوربه ماشي الكبير، كيلت بالبول صغيور هذوك صغار كيما تاع الفلان. ديروا كيلة يعني كيما تحبوا نتوما، شوفوا نتوما كيما نقولوا حنا لو نومبر تاع العائله شحال راكم في العائله. درت لي زيبيس ملح فلفل كحل كركم، ودرت تانيك ايبيس تاع البرياني اللي كنت شريته عند اللي يبيع لي زيبيس، ولا ايبيس تاع الروز ولا ما يتباعوا يعني كاين خيرات ربي. درتو ومرقت كل كيلة تاع الرز، ودرت وحده جامبو دجاج لازم ديرو باسكو انا ما درتش كاع فيها. كل كيلة رز درت لها 2 كيلات تاع ماء سخون وغلقته خليته يطيب ابتي فو. نعاود نولي الدجاجه تاعي. هنا الدجاجه تاعي بعد ما خطيتها بالالومنيوم كامل وطيبتها، كي شفتها طابت مازال ما تحمرتش واش درت باش تكون عندي اون صوص، هذيك لاصوص نحطها مع الدجاجه من بعد. كي طابت الطاب هذيك الدجاجه تاعنا، نحيت هذيك لاصوص فرغتها كامل في الكاسرونه كيما كنتوا تشوفوا، وعقدتها بمغرفه تاع الفارينه خلطتها بشويه ما، وعاود دخلت البولي تاعي وخليته يتحمر مليح مليح كيما راكم تشوفوا. هنا كان طاب وهو يتحمر واش ندير، نحكم هذيك لاصوص بالبانسو اشاك فوا نجبدو هذيك لاصوص بالبانسو ونقعد نمسح فيه ونخليه يتحمر حتى يجينا بهذه الطريقه. صدقوني راح يجيكم هايل، ما يجيش ناشف. كيما هاد الوصفات راح تحتاجوهم بزاف في رمضان، اتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. وإلا كنتوا جربتوهم ما تنساونيش بالتعليقات، وما تنساوش ديروا تانيك جيم لا فيديو. ان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر وفي وصفات رمضانيه اخرى، ونتلاقاو في ساعه الخير والسلام.